السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. بما ان انا الوحيده اللي ما عملتش محشي جنب البط اول يوم رمضان، قلت لا، لازم اعمل محشي جنب البط. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. نص كوبايه زيت على النار، ومعايا بصلتين وراس توم مفرومين ناعم، وانزل على الزيت. انا عايزه اعمل التسبيكه اللي احنا متعودين عليها كلنا. حته سمنه بلدي حلوه كده، محشي يعني سمنه بلدي. واقلب التسبيك. اول البصل ما يبتدي يصفر معايا، بنزل بالطماطم. بهاراتك بقى شوية ملح، فلفل اسود، كمون، معلقة سكر عشان الحموضة، واسيب التسبيكة تعيش مع نفسها. غسلت الرز وصفيته، ومعايا الخضار، ومعايا ورق الكرنب يا جماعة، حطيته في مية، لازم يفك في مية علشان ما يفقدش ميته ويطلع مجلد معاكي. جربي الوصفة دي، يطلع حلو معاكي قوي، يطلع كأن هو فريش وطازة. ده انا مفرزاه ما شاء الله. بنزل بالتسبيك على الرز، عليهم الخضرة. حتة قشطة حلوة كده، وده اختياري، لو انت مش عايزاها دسم بلاش. الزيت كفاية. يا ريت تحط اللايك، وما تنسنيش في الاشتراك يا جماعة، وصلوا على النبي في الكومنتات وقولوا لي تسلم ايديك. طريقة تفريز الكرنب انا نزلتها قبل كده على القناة، ما شاء الله ناجحة جدا. اهم حاجة اما تيجي تفكيه، فكيه في مية، ما تسيبوش لما يفك براحته فيفقد ميته، يطلع مجلد على طول. الورق الخضرة اللي معايا بفرشه في الأرضية، بيحمي آخر رصة في المحشي يا جماعة، وبيخلي ريحة المحشي في حتة تانية خالص. هبدأ بقى ألف الصوابع وأرصها زي ما احنا متعودين كلنا ما شاء الله علينا يعني. مش بملى الصباع كويس، ومش أبرمه يعني مش برمده، بسيبه يكون مهوي شوية عشان المية تدخله فيستوي. كمل باقي الرص بقى. خلاص انا كملت بقى الرص، هركن المحشي دلوقتي على ما اعمل له الشوربة اللي هسويه بيها. انا فردت في اخر طبقة ورقة الكرنب دي عشان تحمي اخر رص. بغلي شوية مية وادي البط غلوة فيها يا جماعة عشان اخد منه شوربة كويسة. بطلعه من الحلة اللي انا غليت فيها دي، وانزله في الحلة اللي فيها تشويحة، بشوحه براس توم وعليها بصلاية ووحدية طماطم، بهاراتك فلفل اسود وملح. اسيبه يتشوح، ياخد تشويح 5 دقايق مع بعض، وبنزل بالمية. لو تكون مغلية يكون افضل. اول ما يستوي يدخل في نص سوا، باخد منه شوربة للمحشي اللي انا عاملاه. بغطي المحشي لغاية اخر رصة يا جماعة. يلا بقى نحمر البط ما شاء الله. باخد من على وش الشوربة واسويها، وبعدين احمر بيها، بتديكي نتيجة هايلة. وده المحشي استوى معانا. يا ريت ما تنسونيش باللايك والشير واشتراك يا جماعة. شايفين ما شاء الله المحشي طالع تحفة، وده البط. وما تنسونيش باللايك والشير واشتراك، وصلي على النبي في الكومنتات وقولوا تسلم ايديك. ويا ريت تشتركوا معايا. وده كان فطرنا النهارده، ما خدش وقت والله خالص، اسهل حاجة. يلا اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.